طبعا كلنا بنحب الجبنة بأنواعها المختلفة، بس أسعارها بقت صعبة جدا فعلا. ايه ده، الأسعار بقت مغالية. الجبنة القريش ب100 جنيه، ليه ب100 جنيه؟ ولا الجبنة اللي هي الجبنة البيضة البراميلي الاسطنبولي دخلت في 140 150 جنيه كيلو، كتير قوي قوي. طب ما احنا نعملها في البيت، ولو شفتي طريقتها وازاي بنعملها مفيش ابسط من كده. بس مشكلتنا كلنا في المنفعه، نعمل الجبنه ازاي بالمنفعه. زي ما شفنا الجبنه اللي فاتت دي، الجبنه البيضاء اللي انا عملتها حلوه جدا جدا جدا، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دي الجبنه الشيدر اللي بعملها بتكلفه زيرو، فعلا تكلفتها زيرو، وهنشوف ازاي تكلفتها زيرو ومغذيه جدا جدا. ودي جبنه كريمي، وعملت الجبنه القريش، كل انواع الجبنه تقريبا عملتها في القناه. مشكلة كل الناس اللي بتقابلني تقول لي المنفعة، بتجيبي منفعة حلوة منين، بتشتغل الجبنة منين؟ الأول عايزين نعرف ايه هي المنفعة وبكام واجيبها منين، وبعدين نشوف ازاي هعملها. يعني الفيديو بتاعنا هيمشي بالطريقة دي. أول حاجة ايه هي المنفعة؟ المنفعة دي عبارة عن معدة، أو بمعنى أدق جزء من معدة البقرة البتلو أو الماعز، أو الماعز أو الجدي الصغير. بس انا بصراحه لا، بجيب على طول المنفعه بتاعه البقره. طب اجيبها منين؟ بجيبها من عند الجزار اللي بيذبح البتلو، بروح للجزار اللي بيذبح البتلو وبشتريها منه. طيب اجيبها امتى عشان يبقى سعرها كويس؟ انسب وقت تجيبيها عشان يبقى سعرها كويس اللي احنا فيه دلوقتي في الصيف، بتبقى رخيصه جدا. سعرها طبعا هيتفاوت من منطقة لمنطقة، مش هخلي مثلا منطقة أرياف زي منطقة في المدن، أكيد سعرها بيختلف. انت لو جبتيها دلوقتي أيا كان سعرها كام، هيبقى أرخص كتير جدا جدا من إنك تجيبيها في الشتاء، لأن في الشتاء بيبقى موسم وبتبقى غالية. دلوقتي هتجيبيها في حدود ال200 جنيه، 250 جنيه أقصى حاجة. طب وهي كده رخيصة؟ حد يقول لي دي كده غالية قوي، أنا أجيب 200 جنيه ولا ب 250 جنيه عشان أعمل جبنة؟ خليكي معايا وهنعرف. انت لو جبتيها ب 200 جنيه او ب 250 جنيه، تعمل لك تخزن لك 3 4 سنين. مش انت لوحدك، انت مامتك اخواتك اصحابك، يعني ممكن تخزن ل 15 اسره سنه واتنين. تخيلي بقى قد كده. ف 200 جنيه او 250 جنيه دي حاجه رخيصه جدا. يعني انا عندي بقالها 3 سنين و4 سنين، وعطيت لاصحابي وعطيت لمعارفي وعطيت لقرايبي. فيعني الدنيا ولسه باقي معايا وانا بخزن، مش بعمل مثلا اللي هو على قد الاكل، لا دي جبنه الخزين من المنفعه اللي هي ب 200 جنيه. طب ازاي هخزنها عندي 3 4 سنين من غير ما تبوظ؟ ازاي هعملها؟ هل هجيبها كده من عند الجزار استخدمها على طول؟ لا طبعا مش هتبقى كده. هنشوف ازاي بتستخدم بعد ما بتجيبها من عند الجزار، ازاي بعملها انا في بقى عمليه كده ايه، معالجه ليها، بحيث ان انا احفظها ال3 أو 4 سنين من غير ما تبوظ معايا، واستفيد منها لاخر جزء فيها. انا بعد ما بجيب المنفعه، المنفعه دي زي ما اتفقنا عباره عن المعده بتاعه البتلو. بمثلها بايه المنفعه دي؟ عارفه البيبي الصغير لما بيرضع، بعد ما بيرضع ساعات يرجع، بتلاقي اللبن اللي هو رضعه اتجبن بقى قطع. هو ده اللي بيحصل. البيبي اللي هو البتلو الصغير بيرضع، فبيبتدي اللبن بيتفرز عليه انزيم معين في المعدة، بيبتدي يتجبن. هو ده المنفعة. فانا هبتدي افضي بقى محتويات المنفعة زي ما احنا شايفين. ومعلش اسفل المنظر مش ظريف، بس يعني ايه، هو لازم هستخدم ايدي، وبصراحة ما بحبش البس جلافز. هبتدي انزل المحتويات الايه، المنفعه بتبقى فيها فتحتين من كل جنب، بيبقى الجزار رابطهم كده باي دباره مثلا، فانا بفتح جنب منهم ابتدي انزل محتويات المنفعه. طب حد هيقول لي دي شكلها كده فيها شوائب، فعلا بتبقى شكلها بتبقى فيها شوائب، بس احنا بعد شويه هنصفيها وهتبقى زي الفل ما تقلقيش. انا باخدها بقى اروح ايه، حطاها في دورق الخلاط، دورق الخلاط في هاند بلندر ايا كان، واحط عليها لتر من اللبن الحليب المغلي سبق غلي وسبته يبرد، او شرش لو عندك شرش كتوفير للنفقات، هتعملي بشرش بس يكون شرش جديد، جبنه جديده مش قديم. تمام. هبتدي احطه في الخلاط، حطيت عليه اللبن بس اللبن بارد مش سخن عشان نبقى متفقين برضو. لبن غليته من قبلها بثلاث 4 ساعات وسبته يبرد وحطيته عليه في الخلاط. هضيف عليه ايه كمان؟ هضيف عليه ملو مج كده، مج الشاي العادي بتاعنا، ملح. هضيفه معاه في الخلاط
وهضيف عليه كمان شطه. انا بحب اجيب الشطه من عند العطار واصحنها في البيت، شطه ايه بيتي انا اللي عاملاها. وابتدي بعد كده ايه اضربها في الخلاط او بالهاند بلندر او الكبه، اي وسيله هتضربيها فيها تنعميها، مش تاخد وقت، تنعم على طول. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده ولسه اول مره تشوفيني، شرفيني بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو وشيريه لاصدقائك، ولو شيرتيه انت بتحفظيه عندك ترجعي له في اي وقت. بعد ما ضربته هجيب مصفى وابتدي اصفيه، زي ما قلنا بيبقى فيه شوائب، فانت هتصفيه اي شوائب ايه تتخلصي منها. طب ده قوامها تقيل قوي، ايوه دي كده مركزه جدا، انا مش بستخدمها كده، بس انا مش عايزه اخففها عن كده. ليه؟ لان انا بعد ما هصفيها هرجعها تاني في المعده او عارفه الجلده اللي احنا كبينا منها دي اللي جبناها من عند الجزار، بحفظها فيها تاني، فانا مش عايزاها تبقى كميه كتيره فبالتالي هيفيض، فلا انا عايزاها مركزه كده. بعد ما بخلصها اروح مرجعاها تاني في، بسميها الجلده بقى اللي هي المنفحه بتاعتها نفسها، هروح مرجعاها فيها واحط لها حاجه برضو اضافات. طب انا استخدمها كده؟ لا، هي كده مركزه جدا. ساعه الاستخدام بقى لما هاجي استخدمها اروح مطلعه في برطمان حوالي ربع البرطمان او تلت البرطمان، واروح مكمله باقي البرطمان اما لبن برضو سبق غليه او شرش، بس شرش يكون جديد. بس كده، وابتدي ان انا ايه استخدمها. طب استخدمها على طول؟ لا، لو استخدمتيها على طول مش هتديكي نتيجه حلوه. بسيبها بقى شهرين 3 4، كل ما سبتيها كل ما بقت احسن وتديكي نتيجه حلوه. طيب كده انا ايه خلاص خلصتها، هبتدي ارجعها تاني في الجلده. طب ايه الاضافات اللي انا هحطها عشان احفظ الجلده دي؟ اصلا دي ماده حيه يعني، عارفه زي اللحمه، فلو سبتها فتره ممكن هتبوظ وتنتن. طب هعمل ايه؟ هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. انا هاخدها بقى كده اروح مرجعاها تاني في الجلده بتاعتي. الجلده زي ما اتفقنا بتبقى مقفوله او مربوطه من جنب من ناحيه، ومن الناحيه التانيه ايه مفتوحه. هبتدي ارجعها كده واحده واحده. معلش انا كنت بعمل لوحدي ما فيش حد، انت لو معاكي بقى بنوتك كده تساعدك تفتح، وانت ايه تكبي كده بدورق الخلاط، بحيث ان انت ايه ترجعي كل الكميه بتاعتك تاني جوه الجلده بتاعه المنفحه. وكل ما بتسيبيها في الجلده كل ما بتديكي نتيجه احلى. انت ممكن تقولي انا هشيلها في برطمان، لا، سيبيها في الجلده هتديكي نتيجه احلى. زي ما بتقولي ايه بتديها بتديها يعني تركيز اكتر كل ما ترقد في الجلده. كده انا رجعتها كلها. هبتدي اجيب بقى حبه ملح كده حلوين، ابتدي ارش عليها من بره، اغرقها كويس قوي بالملح. زي فكره ايه لما كان زمان الناس بتذبح خروف، كانت تاخد الفروه بتاعته وتعملها بملح وتحطها في الشمس، وبعد كده تعملها دواسه كده في بيوت الفلاحين زمان. انا جبت بقى شطه قرون، شطه زي ما هي صحيحه كده، وابتدي احطها حبه كده حلوين، هبتدي احطهم. وممكن احط كمان حبه ملح، وهجيب حبه ايه ليمونتين كده حلوين، ابتدي احطهم. ممكن تعصريهم ممكن تحطيهم كده من غير ما تعصريهم، هم هينزلوا العصاره بتاعتهم في المنفحه. وبعد كده ابتدي احط بقى فتحة المنفحة زي ما احنا شايفين لونها حتى كده زي لون اللحمة، لسه حاجة كده حية، فممكن قلنا تفسد وتبوظ. فانا هاخد الملح وابتدي احط عليها ملح كتير قوي، اغلفها بالملح كويس جدا. حطي ملح يعني ايه، حطي براحتك مش هيعمل حاجة يعني، هو ده مادة حافظة ليها. وابتدي برضو هحط عليها من بره، وبعد كده بتحطيها جوه كيس نايلون، كيس او كيسين نايلون كده كويسين، وفي علبه كده، علبه بلاستيك طبعا بربطها بعد كده، اربطها كويس قوي واحطها في علبه بلاستيك، واحطها في التلاجة، ترف في التلاجة التحتاني كده اللي ايه اللي ايدنا مش بتروح ليه ولا حاجه، وتسيبيها فيه 3 4 سنين. كل ما تحتاجي طلعيها، افتحي الرباط اللي انت ربطتيه دوت، هتاخدي حبه في البرطمان، وبعد كده كملي البرطمان بتاعك اما بالشرش او باللبن، وتبتدي ان انت ايه تستخدميه. بتستخدميه قد ايه؟ باخد معلقه من المنفعه لكل كيلو من الحليب. لو انت مخففاها قوي خدي معلقه ونص، طبعا انت بتظبطي مع الاستخدام. اتمنى ان فيديو النهارده يعجبك. لو عجبك الفيديو، لو ليكي اي سؤال اتمنى تكتبيه لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب لنوع جبنه جديد نعمله مع بعض بالمنفعه دي، واتمنى ان هي تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب.